حالة أشبه بالإعجاز شهدتها الدولة المصرية، وتحركات في كل اتجاه ومشروعات عملاقة، وعملت نقلة تاريخية في الاقتصاد والعمران والمرافق والصحة وغيرها من المجالات من ساعة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر. الثمان سنين اللي فاتوا رصدوا تطورات وإنجازات لا حصر لها وبتحصل لأول مرة. هنتكلم عن مشروع من أهم المشاريع اللي اهتمت بيها الدولة المصرية، وهو مشروع بناء للطاقة الشمسية، واللي تم إنشاؤه في محافظة أسوان، ويعتبر من أهم المشروعات القومية في مجال الطاقة النظيفة، والأهم في مجال المشروعات العالمية للطاقة المتجددة. المشروع ده من النجاح اللي حققه حصل على الجائزة السنوية كأفضل مشروعات البنك الدولي المتميزة عام 2019، ودي المرة الأولى اللي بتفوز بيها مصر بالجائزة دي. كمان حصل على جائزة التميز الحكومي العربي في دورته الأولى فئة أفضل مشروع عربي، وده لتطوير البنية التحتية على المستوى العربي. مشروع بناء الطاقة الشمسية بيعتبر أكبر محطة طاقة شمسية في مكان واحد على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، وخد المركز الرابع على مستوى العالم، وضم أكبر محطات شمسية بتنتج طاقة كهربائية، ووصل حجم الاستثمارات فيه ل 2 مليار دولار. كمان كان للمشروع ده دور كبير في توفير أكتر من 10,000 فرصة عمل، والحد من انبعاثات الغازات الضارة بكمية بتبلغ 2 مليون طن سنويا. والحقيقة إن المشروع ده من ضمن خطة الدولة للتحول الأخضر، واللي بدوره بيتم استخدام الطاقة النظيفة، واللي طبعا بيساعد على المحافظة على البيئة، وده بامتلاكه 32 محطة شمسية، عاصمة العالم للطاقة الشمسية. ده لقب أطلقوه على مشروع بنان، وده لأنه بيضم أكبر عدد من محطات الطاقة الشمسية، واللي زي ما قلنا بتبلغ 32 محطة شمسية بقدرة 50 ميجا وات لكل محطة. ده غير إن بيتم العمل على المشروع عشان توصل قدرته ل 600 ميجا وات، عشان توصل قدرات المنطقة بشكل كامل ل 2000 ميجا وات، وتوصل المحطات لأكبر قدرات في العالم. ويعتبر مجمع بنان للطاقة الشمسية من أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الطاقة، وده من خلال الاستثمار الأجنبي. وتم تخصيص 10% من أرباح الشركات اللي شاركت في المشروع للمسؤولية المجتمعية. طب إيه هي مميزات المشروع أو الاستفادة اللي وصلت بيها مصر بعد تنفيذ المشروع؟ مشروع بنان ساهم في تفادي 2 مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وساعد كمان في جذب الاستثمارات الأجنبية في المنطقة، وأصدر قوانين مهمة للاستثمار. وكان للمشروع تأثير تنموي لأنه حول المدرسة الثانوية للصناعة لمدرسة للطاقة الشمسية، وده طبعا بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم. وضمت المدرسة كل حرف الطاقة الشمسية. وفي الحقيقة اختيار محافظة أسوان ما كانش بشكل عشوائي، ده كان بناء على دراسات وتقارير وكالة ناسا الفضائية، واللي أكدت إن موقع المشروع من أكتر المناطق سطوعا للشمس في العالم كله. المشروع بيحتوي على 4 محطات رئيسية لنقل الكهرباء، وبيضم 40 محطة شمسية فرعية، وبيستهدف إنتاج 2000 ميجا وات من الطاقة الكهربائية، واللي بيعادل 90% من الطاقة المنتجة من السد العالي. مشروع الطاقة الشمسية هو مشروع قومي مهم، ويعتبر نواة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية في مصر، وحاز على إشادات دولية أهمها من بيرني ساندرز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، واللي أكد إن مصر بتبني أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، واللي بيعد ثورة تكنولوجية مهمة في تاريخها، وده إنجاز من ضمن إنجازات كتير.